يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم علا ودي قناتي، وان شاء الله النهارده فيديو جديد وروتين جديد. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو لسه جديده معايا اول مره تشوفيني، اتمنى كده تاخديلك لفه في القناه، ولو عجبك المحتوى اتمنى كده تدعميني وتبقي اختي من اخواتي. كمان عايزه ارحب بكل اخواتي اللي دخلوا جديد معايا، اهلا وسهلا بيكم. شرفتوني ونورتوني. النهارده ان شاء الله بقى روتين جديد وروتين كده تشجيعي وتحفيزي. هنقضي اليوم كله سوا من ساعة ما قمت من الصبح لحد ما خلصت الغدا اخر النهار. فان شاء الله كده تتشجعي مني وتاخدي ولو استفادة لو بحاجة بسيطة. تعالوا بقى بينا نتكلم النهاردة كده في موضوع ازاي البيت بتاعنا يبقى نظيف على طول. ايه الحاجات الأساسية؟ اكيد مش كلنا هنقدر ان احنا نعمل تنظيف عميق كل يوم، اكيد طبعا لا. بس قبل ما ابدا واكمل يعني كنت عايزه اوريكم بس ده يا بنات عيش كده بعمله بالزبده والسكر، بيبقى طعمه حلو قوي. ان شاء الله ابقى اعمله معاكم مره. دايما بعمله في الشتاء، بحبه او افطر بالصبح جنب شاي، يعني كمان مش شاي ولبن، لا بحبه جنب الشاي، بس بيبقى حلو قوي. مكوناته بسيطة خالص، وبتعملي حاجة حلوة جدا في البيت، ممكن تفطري بها ممكن تتعشي بها. بس بلاش العشاء، عشان يعني ايه اللي خايف على الوزن والحاجات دي فبلاش يعني منه. كمان كنت طالبة حاجات كده من امازون، فكنت بشوف بس هي شحنت ولا لا، كده الصبح وانا قاعدة وانا بشرب الشاي. فالنهاردة كده ان شاء الله ناوية كده في الفيديو ده نتكلم مع بعض كده في ازاي نخلي البيت بتاعنا دايما نظيف. بلمسات بسيطة جدا ممكن البيت بتاعك يبقى دايما نظيف. زي ما قلت لكم مش معقول يعني كلنا او اي حد فينا هيقدر يعمل تنظيفات عميقة على طول، لا طبعا. التنظيفات العميقة دي بتبقى في المواسم، دخلت صيف دخلت شتاء، دخلت عيد، دخلت رمضان. فاكيد مش كلنا علشان خاطر البيوت بتاعتنا تبقى نظيفة يعني نفضل بقى يعني حياتنا كلها تبقى في التنظيف، لا طبعا. في لمسات بسيطة جدا لو انت حافظت عليها في يومك ان شاء الله بتلاقي بيتك دايما 24 ساعة بيبقى نظيف وحلو. وكمان بتكوني مستعدة لو حتى جالك ضيف يعني على غفلة او كده، فالبيت دايما بتاعك بيبقى نظيف وكمان ريحته حلوة ونظيف. اول حاجة لازم نحافظ عليها بنات هي التهوية دي من اهم من التنظيف نفسه. ليه بقى؟ لان انت حتى لو قعدت تنظفي وتعملي كل شغل البيت وتظبطي الدنيا وتكنسي وتمسحي وكل حاجة من غير ما هويتي الهواء او غيرت الهواء اللي موجود في الشقة بتاعتك او في بيتك، كل ده ولا كأنك عملت حاجة، لأن بيبقى في ريحة كده اللي هو برضو يعني ريحة النفس، ريحة التراب، ريحة اللي هي المفروشات لو مش متغيرة. يعني بيبقى في كده روائح في البيت لو الشبابيك يعني ما اتفتحتش وما اتهوتش، فبتعمل ريحة كده زي كمكمة كده في البيت. حتى لو انت مسحتي، ريحة المسيح نفسه من غير ما تهويه بيقلب كده لريحة مش كويسة، ريحة كمكمة كده وريحة مش حلوة. فعدم التهوية ده من أكتر الحاجات اللي بتخلي البيت دايما ريحته وحشة ومش نظيف يعني. يعني اما الواحد كده بيشم ريحة البيت مش نظيفة، فأكيد مش هيحس ان البيت نظيف. حتى لو انت منظفة ومروقة وكل حاجة، حتى لو شغلتي البخور وشغلتي وعطرتي وعملتي وجبت حتى الجهاز اللي متعلق ده وقعد يبخ كده يعني في الروايح وكده، برضو مش هتلاقي النتيجة اللي انت حباها بسبب ان انت مش بتهوي. فأول نقطة في يومنا لازم نعملها، لازم نقوم كده من النوم لازم نهوي، خاصة ان احنا في الشتاء. واكيد كلنا مش بنفضل فاتحين الشبابيك، يعني بنيجي مثلا على اخر النهار كده بنقفل الشبابيك وخالص فالبيت بيفضل مكتوم لحد تاني يوم الصبح. فدي نقطة مهمة جدا ان احنا لازم نحافظ عليها في يومنا، ان احنا لازم نقوم كده نفتح ونهوي ونغير. حتى كده نغير الهواء اللي موجود في البيت
تاخدي كده طاقة حلوة كده، طاقة إيجابية كده، يعني بتخرجي الهواء السلبي وبتدخلي هواء جديد. حتى ان انت تشمي كده ريحة الهواء بتاع الصبح بدري، ده بيبقى كده يا بنات بجد حلوة قوي. جربوه، اللي جربوا فعلا انه يفتح الشباك كده اول ما يقوم من النوم، والهواء كده بتاع الصبح ده، هواء بيبقى رايق، هواء كده بيبقى هادي، بجد بيبقى حلو قوي. فده بس كان اول نقطة ان احنا نتكلم عليها، اللي هي تهوية البيت. دي من اهم نقطة لو انت عايزة بيتك دايما يبقى نظيف ودايما يبقى ريحته حلوة. طيب ايه تاني؟ اكتر حاجة بتخلي البيت برضو دايما يبقى نظيف ان انت تحافظي على ان انت تكنسي البيت كله كل يوم بالمكنسة. لازم تكنسي كل يوم بالمكنسة. يعني انا ممكن اقولك ما تمسحيش الازاز، دي نقطة لسه هنتكلم فيها، بس اهم من مسح الازاز ان انت تمسحي الارض، سوري، تكنسي الارض بالمكنسة. لازم كل يوم تاخدي كده الشقة بتاعتك كلها بالمكنسة تكنسيها. طب ليه بقى؟ هقول لكم ليه. لان انت الارض ده طبعا في البيت اطفال وكبار وكله، لو بقى مش متعودين كمان ان هم يلبسوا شباشب او اي حاجة في رجلهم كمان هم في البيت، فلو الارض مش نظيفة ومليانة تراب، بيطلعوا بقى على السراير، بيطلعوا على الانتريهات، بيطلعوا على الكنب، ايا كان يعني الحاجات دي كلها تتوسخ. فدي نقطة مهمة جدا ان انت تحافظي عليها، ان انت دايما كل يوم تاخدي البيت كده كنسة. مش هقولك طبعا تمسحي، لا طبعا مش كلنا هنقدر نمسح كل يوم. انا حتى عندي يعني ممكن كل اسبوع بمسح مرة ومرتين كده في خلال الاسبوع، بمسح الحتت اللي باينة كده من التراب بالموب اللي هي فيها تانك ده. حلو قوي يا بنات في الحوار ده بالذات يعني. بس في المسح العميق لا، لازم الشرشوب. هي حلوة في لو انت هتمسحي كده الأجزاء اللي باينة، دي بتبخ مية وبعد كده بتمسحي، فبتبقى يعني ايه كويسة في النقطة دي. انما غير كده يعني ايه، لا الشرشوبة لابد منها، حاجة أساسية يعني. فدايما لازم تاخدي النقطة اللي هي ان انت تكنسي كده بالمكنسة كده الشقة كلها، بيخليلك كده الأرض حلوة دايما نظيفة. التراب شفط كله، شفطت التراب كله، خلاص بتلاقي بقى الولاد نفسهم حتى هدومهم يعني ايه بتلاقيها كده ايه مش متوسخة، او ما فيهاش يعني انت عارفين بقى التراب لما بيبقى في الأرض وكده الدنيا يعني بصراحة بيبقى شكلها مش ظريف وكده. فتاني نقطة معانا ان احنا لازم نكنس البيت كله كل يوم، ناخده كده ايه كنسة حلوة كده بالمكنسة. ده يا بنات من اكتر الحاجات بعد التهوية اللي بتخلي البيت دايما عندك نظيف. طيب ايه كمان؟ دايما على قد ما تقدري، بس ده بقولك لو انت يعني هتقدري ان انت تلمعي اي ازازة عندك كل يوم، لمعيه. دايما هتلاقي عندك الدنيا كده بتبرق. وحتى لو ما عملتيش التراب اللي على الانتريه بس الازاز وخاصة لو انت مثلا زي حالاتي كده عندك مثلا اللي هو الانتيكس اللي انت حطها على الترابيزات والحاجات دي، ازاز ومسحتيها كده واديتيها لمعة، هتديكي لمعة كده وبارك في المكان، وهتديكي كده ان الدنيا نظيفة وزي الفل. فلو انت على قد ما تقدري، لو انت حاسة ان انت تقدري ان انت تمسحي اي ازاز عندك باين، امسحيه بجد يا بنات. ده بيفرق جدا في المنظر العام بتاع البيت. فدي يعني ايه كانت تالت حاجة كنت عايزة اقولها لكم بخصوص ازاي بيتك يبقى نظيف 24 ساعة. طيب ايه كمان؟ او كل يوم يعني انا عايزه اديكي افكار ان انت بحيث ان انت البيت عندك دايما انت تبقي راضيه عليه او راضيه عنه، ان انت مبسوطه منه، دايما قاعده كده ومرتاحه، مش شايله هم ممكن يطب عليك كده ضيف فجاه. طيب بمناسبه بقى الضيف الفجأة ده، نعمل ايه ان عشان نساعد ان البيت دايما يبقى نظيف؟ هقول لكم كمان اكتر حاجة بتخلي البيت دايما كمان نظيف، ان انتي تحددي المكان اللي انتي قاعدين فيه. يعني مثلا عندك ليفينج، هي دي الأوضة اللي انتوا قاعدين فيها، يعني الولاد بيلعبوا فيها، بتتفرجوا على التلفزيون فيها، هتاكلوا فيها، ده قعدتكم يعني كلها تبقى فيها. غير كده لو سبتي بقى الدنيا كده في بعض، الدنيا كده هتبوظ، هتلاقي عندك الريسبشن بايظ، الاوض بايظه، فانت هتلاحقي منين؟ هتدخلي هنا ولا هتنضفي هنا ولا هتنضفي هنا؟ كمان يعني لو جالك ضيف فجأة
الريسبشن طبعا، ما انت بقى كله يعني كله ليفنج روم عندك، فطبعا مش هيبقى الشكل ظريف ولا الوضع ظريف، وانت نفسيتك هتبقى تعبانة يعني. فده برضو من اكتر الحاجات ان احنا نحدد الاماكن او المكان اللي احنا نقعد فيه. نخلي دايما في مكان كده في البيت هو ده مكان قعدتنا، مكان اكلنا، مكان شربنا، المكان يعني اللي بناخد راحتنا فيه قوي. دايما لازم نسيب كده حتة او مكان في البيت نضيف، عشان خاطر ما يبقاش كده المنظر في عينيكي كله بايظ كده. فده طبعا بيأثر في نفسيتك جامد، وبتفضلي بقى تقولي هبدأ منين ولا منين، وبعدين حتى لو بدأتي ما الدنيا عندك بايظة على طول، هتفضل كده على طول. فلو مفيش نظام او مفيش ترتيب او مفيش ان انت محددة مكان ان انتوا هتقعدوا مثلا في المكان ده، بحيث ان المكان ده هو مكان قعدتي، مكان المكان اللي احنا قاعدين فيه براحتنا يعني، فللأسف هتلاقي عندك البيت كله بايظ. فلو انت حددتي المكان دايما هتلاقي بيتك نظيف، مفيش الا بس حبة بس كده كنيس، هتمسحي كده اللي هو البلاط اللي هو باين، هتعملي بس كده الازاز هتلمعيه، اللي هتشيلوا التراب. طبعا بقى غير بقى طبعا بهدلت الدنيا يعني، ما انتوا عارفين بقى لما الدنيا كده بتبقى على بعضها الدنيا بتبقى بايظه. فتعالوا هنا بس يا بنات، عايزه اقول لكم كنت بصراحه يعني طالبه اوردر كده من امازون. بصوا اقول لكم، انا كنت عايزه اللي هي الزياته وبتاعه الخل. فبصراحه لقيت عرض كده ان الازازتين عاملين 109، ولو انتي اخدتي معاهم الباسكت وفي طقم كده لسه هيجي. هو مشكلة امازون ان مش كل حاجة بتيجي في يوم واحد، يعني ممكن الشحن يشحن لك حاجة مثلا النهاردة وبعد 3 4 ايام ممكن يجيب لك حاجة تانية. فبصراحة كان العرض الازازتين دول والباسكت، وفي كده اللي هو عارفين بتاع الكوكيز اللي بغطا ده 3 قطع، فكله تقريبا كان عامل 377 او حاجة زي كده، غير طبعا الشحن و يعني التوصيل يعني. فبصراحة لقيته عرض حلو وقلت ايه اجيبه بقى. يعني انا بصراحة كنت عايزة الزيادة بس ولو بتاعة الخل بس لما لقيت العرض ده قلت خلاص يعني ايه استفاد بيه. انا بصراحة كنت عايزة بتاع الكوكيز ده فلقيتهم الثلاث قطع كمان. فقلت طب كويس، يعني انا بصراحة مش عارفة الخامة ايه. فللأسف هي خامة اللي هم بتوع الخل والزيت دول ما طلعوش زي ما هم كاتبين. يعني هم كانوا كاتبين ان هي ماركة هوم، وانا ماركة هوم دي كانت في كارفور عاملة تقريبا 257. فبصراحة لقيت عاملين عرض عليه ان هم 57% خصم ومش عارفة ايه. ف... فانا عارفة بقى ان هو فعلا ده سعره. فقلت يبقى هو ده بجد. فللأسف لما جم ما طلعوش نفس الماركة يعني، فدول أخف شوية عن بتوع هوم. فبس حلوين يعني، شغالين يعني بالنسبة لسعرهم 109، حلوين يعني ما هماش وحشين ولا حاجة. فانا بصراحة كنت عايزة اجيبهم من زمان، وكنت بروح يعني رحت هوم سنتر لقيتهم غاليين جدا، ورحت وعند كارفور برضو لقيتهم جودتهم يعني مش قد كده وب200 وشوية. طب قلت ليه يعني، مش مشكلة هستنى شوية كده. وفعلا وانا بدور كده في امازون انا بحب يعني ابقى اجيب كده واقعد اتفرج واشوف العروض وكده، وساعات لما بلاقي حاجة كويسة ببعت اجيبها يعني. فبصراحة العرض ده كان كويس وقمت طالباه يعني، والحمد لله وصل. وبصراحة هم عجبوني يعني، هم ما طلعوش الخامة اللي انا كنت مستنياها، بس هم شغالين يعني حلوين. فبس يا بنات تعالوا بقى. كنت انا طبعا كنت طبخت وعملت كده فراخ بالمرتة كده، وهعمل معاها شوية مكرونة وخلاص على كده هو ده الغدا. كنت عايزة بس اقول لكم على طريقة الكيكة دي حلوة قوي. انا كده في بيضة كده استخدمتها بدرجة حرارة الغرفة، عليها معلقة كده صغيرة من الخل وطبعا الفانيليا، وعندي هنا ايه كوباية من السكر هضربهم مع بعض. تعالوا بقى اللبن 3/4 كوباية كده من اللبن، وهنزل عليهم بربع كوباية من الزبدة. طبعا يا بنات كل مرة اقول لكم انا عملتها معاكم قبل كده في فيديو، بس يعني بقول لكم هي دي مش كيكة الحليب الساخن على فكرة، يعني ايه
كيكة الحليب الساخن دي حاجة تانية او يعني قصة تانية خالص. وباخد كمان باخد الزبدة بقى واللبن على النار كده لحد ايه ما الزبدة تفك معايا، يعني ايه بدفيها كده. وبدفي اللبن وبس، مش بخليه يغلي لا. ما هو ده بقى ده الفرق بقى اللي هي ايه بين ده وبين كيكة الحليب الساخن طبعا، والطريقة مختلفة تماما. هبقى اعملها معاكم مرة يعني ان شاء الله. حطيت كده الفانيليا ونزلت كده بالحليب وبالزبدة، وهدوهم كمان ضربة حلوة كده لحد ما السكر بتاعي يدوب. وطبعا السكر هيدوب لان اللبن سخن. انا بحب كده احط على اي كيكه كده معلقتين كده من الزيت. على فكره الزيت بيخلي كده الكيكه خفيفه كده من جوه وهشه. حتى لو حطيتي زبده مفيش مشكله خالص، بس انا بحب الكيكه اللي بتتعمل بصراحه بالزيت اكتر، يعني بتبقى هشه وحلوه عن اي كيكه تانية. بس طبعا الزبده بتدي طعم، فانا بحب كده بين مره والتانية كده ان انا اعمل كيكه بالزبده كده. بس بصراحة على طول بعمل بالزيت. جبت هنا معلقة يا بنات كده من الكاكاو الخام، واخدت كده شوية لبن، يعني حوالي كده يعني ايه اقل من ربع كوباية شوية، ودوبتهم مع بعض ونزلت عليهم كده بجزء من خليط الكيك، وعشان خاطر يعني ايه اعملها كده افرح الولاد، يعني شوية بالشوكولات وشوية فانيليا. ونزلت كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا الفرن عندي هيبقى سخن يعني شوية كده. وقبل ما ادخل الكيكة بتاعتي على درجة حرارة 180، تقعد طبعا نص ساعة. انتوا طبعا عارفين وشاطرين و بس يعني حبيت يعني اقول لكم طريقته البسيطة. بصراحة الكيكة دي بتبقى حلوة قوي، بتنفع بقى فطار، بتنفع على كده مع كوباية الشاي بالليل كده واحنا قاعدين، مفيش غنى عنها يعني. طبعا كنت خلصت الاكل. انا يا بنات ببقى اعمل كده ايه الصلصه بتاعه المكرونه، وبسيبها كده على جنب لحد قرب ما هنيجي نتغدى. ببقى احط المكرونه لان انا مش بسلقها، انا بعملها كده زي ما ايه ني في ني يعني. مش بسلق المكرونه لا، بحط المكرونه كده وهي حصى في الصلصه. هتشوفها دلوقتي بعد ما كنست يعني هوريها لكم. بصراحة بحبها بالطريقة دي اكتر. بس اهم حاجة تكون نوعية المكرونة كويسة، لان مرة قبل كده عملتها بالملكة بالطريقة دي وبصراحة طلعت عجينة كده في بعضها، فما كانتش حلوة خالص. فعشان كده بقول لكم ما تيجوا تجيبوا المكرونه بصوا على المكونات، شوفوا لو هي معموله بدقيق قاسي بيبقى مكتوب كده، او دقيق سيمولينا. دي بتبقى احسن انواع المكرونه اللي هي ايطاليانو اي نوع. بس هتشوفي كلمة سيمولينا او دقيق قمح قاسي، دي تبقى مكرونة نظيفة وهتبقى معاكي حلوة وهتديكي نتيجة كويسة. طبعا كده ايه انا حطيت الشوربة عليها وحطيتها بقى ايه على القداحة دي يا بنات كنت عاملاها كده. وانا كنت عند مامتي، يعني كنت عاملاها كده عند واحد بتاع حديد وكده يعني ايه بتبقى حلوة كده وماسكة نفسها، وبتديكي نتيجة حلوة ومش بتخلي الحاجات يعني ايه تنشف من تحت. طبعا الكيكة بقى كانت خلصت زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله جربوها يا بنات هتعجبكم. انا طبعا ما قلتلكوش ان هو الدقيق، كمية الدقيق كوبايتين كده الا ربع، وعليهم كده ايه معلقة ونص صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح. وده يا بنات كان الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى يكون يا رب كده عجبكم وافدتكم باي حاجة. ما تنسوناش بقى بالدعم اللايك وكومنت حلو كده من عندكم. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي باذن الله، والسلام عليكم.